شفت الطفله اللي راحت ضحيه بسبب خالها؟ ما شفتش؟ طب يلا بينا عشان احكي لك، بس يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو دوت عشان خاطر يوصل لكل الناس لانه مهم جدا. ويلا بينا مع بعض نبدا ايه اللي حصل بالظبط في اصل الجبل. في منطقه شبرا مصر وتحديدا بالقاهره كان في بنت عندها 2 او حوالي 3 سنين. خالها كان رايح يزورهم. للاسف الشديد خالها كان رايح يزورهم وهو كان معاه حاجه في المحفظه بتاعته، نوع من المخدر. لما وقعت في الارض البنت طبعا شافتها فكرتها شوكولاته، اكلتها ووقعت على الارض. مامتها خدتها بسرعه وطلعت بيها على اقرب مستشفى، وهناك اتصدمت صدمه عمرها. بنتك جالها تسمم بسبب اللي اكلته. طب هي اكلت ايه؟ قالوا لها نوع من المخدر طبعا، وكله عرفه يعني اكيد. طبعا على طول تم التحفظ على الام وبداوا يستجوبوها واتصلوا بالشرطه اللي بدات انها طبعا تستوجب الام ايه اللي حصل بالظبط. قالت لهم ان يعني اخوها كان جاي لها في زياره وكده واكيد وقع منه الحاجه دي. طبعا على طول اتعمل له كمان لانه بدا ان هو يفكر في الهرب وتم القبض عليه. هو انا طبعا مش عايز اقول نصيحه ولا حاجه، بس انا عايز اقول حاجه واحده بس. ذنب الطفله اللي ماتت دي ايه؟ طبعا ربنا يرحمها ويصبر اهلها على فراقها، وكل واحد يغلط ياخد عقابه. سلام.